اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين ده؟ ده شيء يعني العمد بس اللي هيبقوا عارفين قيمة اللي في ايدي ده، وتمن اللي في ايدي ده، وتأثير اللي في ايدي ده. قولوا لنا دلوقتي ده ايه؟ احنا بناكل رنجة وبتاع، فده ممكن يكون ايه؟ ها؟ ده ممكن فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ يلا. السبيكة الذهبية اللي في ايدي دي ايه ده؟ ايه ده؟ تحب نعرف ده ايه؟ تعالى كده يا حبيبي، تعالى بص. هنسمي الله وهنفتح. ده بطروخ. يا خبر ابيض، ده بطروخ بوري كما قال الكتاب. شايفين التحبيبه دي؟ شايفين الترميله دي؟ دي بطارخ يا جماعه، بطارخ. تعالوا ده يتقطم كده، ده حلاله يتعمل في كام. طبعا الناس اللي فاهمه عارفين ده قيمته قد ايه. يعني ده ممكن ياكلوه ايه؟ ده ممكن يتحط على سفره كبيره كل واحد ياكل منه حته تنتوفه يعني. بسم الله. تعالى عشان دي لقطه والله ما تقشعر منها الابدان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لهوي، ده كافيار يا جماعه، ده كافيار. لا ولا هسمع ايه بقى، اعمل ايه؟ ولا الهوا ملهاش حل. طيب مبدئيا ده كافيار يا جماعه، ده بطروخ بوري كما قال الكتاب. ده بقى اللي هو ده كيلو بالمناسبه مع مقارب من 1000 جنيه يعني. بص التفاصيل دي، عشان التفاصيل دي مشهد برضو مش سهل اللي حد يشوفه. طبعا ده هتلاقوها الترميله نفسها بتاعه البطروخ اقل شويه من او انعم شويه من الهارنج اللي هي البطارخ اللي بتاعه سمكه الهارنج اللي هي الرنجه. بص هتلاقيه انعم شويه. ده بطارخ يا جماعه، ده بيتضرب حقن يعني، ده بيتاخد في العضل ويتاخد حقن يعني. ده مش بيتاكل كده زي السمك يعني. هنروح للطحينه. طبعا الطحينه في الوجبه اللي احنا في الاكله اللي انا باكلها دلوقتي دي بطل من الابطال. ودي طحينه خام بالمناسبه. بص شكلها عامل ازاي، خام بس هي خفيفه بس شويه يعني. تمام. بقول لك نعملهم بسرعه، نقول احنا فين انا فين؟ بناء على ايه؟ لو تفتكروا احنا من 4 ايام سألناكم على الصفحة عايزين ترشحوا لنا اماكن بتعمل رنجة واماكن متميزة. جالنا رسائل كتيرة جدا. نقول ايه؟ تقريبا نصها بيقول على المكان اللي احنا فيه النهاردة. احنا في مكان اسمه النجار، بيعمل رنجة وفسيخ. انا عايز اتعامل مع الاخت دي بس يعني ايه، نلبس لها بقى البتاع ده. بيعمل رنجة وفسيخ، والحقيقة من الاماكن اللي اولا فروع ما شاء الله كتير. الراجل ككواليتي واخد باله قوي من الكواليتي بتاعت السمك نفسه. وبعد كده مسمع ما شاء الله جدا. قالوا لي هنقص دي كده اهو. مش انا بعمل صح؟ انا بعمل صح من فوق ولا كلها في بعض كده؟ كده يلا بسم الله. فلما يكون تقريبا نص التعليقات اللي جات لنا او نص الرسائل اللي جات لنا على الراجل ده، على النجار ده، الحقيقه حسينا ان لا لازم نروح نشوف الراجل ده بيعمل ايه. وانا الرنجه بالنسبه لي انا ممكن اكل رنجه في اي وقت يعني، صبح ظهر ليل يعني. انا هاتني رنجه انا جاي معاك على طول. احنا بنفتح طبعا الرنجايه دي عشان نشوف الخير اللي هنا ده ايه بقى اللي بيترمي وايه اللي بيتاكل. قول لي كده. ده البطروخ اهو. يا خبر ابيض، ده لازم يطلع. استنى في مشهد لازم يطلع على حته عيش على بقي يعني. ده يطلع بس ايه، هناخده زي ما هو كده. يلا بقى جدا طبعا. حاطين برضو شويه الطحينه على البطروخ. ده بطروخ طري يا جماعه،
طبعا انتوا عارفين البطارخ في منها طري وفي منها مرمل ناشف، وده بيبقى حسب الموسم. يعني مش دايما بطارخ الهرنج اللي هي السمكه اللي احنا بناكلها دلوقتي دي مش دايما بتبقى ناشفه، احيانا كتير بتبقى طريه. بسم الله. عقبال ما تكون هيبقوا 5. يا لهوي. ده البطروخ التاني. نعمل ايه؟ طبعا الليمون في الاكله دي هو يعني ايه عنصر اساسي جدا جدا جدا. اديها بقى ليمون على قد ما تقدر، والطحينه طبعا. جدا جدا. اهو حاضر حاضر. بس انا البطروخ ده ما ينفعش بقى، يعني لازم يروح مع اخوه يا جماعه. يعني اروح هسيب اخوه. نعمل ايه بقى؟ تعالى نعمل تركيبات بقى. نحط خيارية، لا فلفلايه بصراحه انا عايز اشطشط. حاضر. ايه نحط معاها بقى؟ يا سلام يا سلام. دي بقى رنجه مخليه ومتقطعه يا جماعه. دي رنجه مخليه ومتقطعه. خلينا ان اصل انا مش شفتها في الاول بصراحه، لازم اعمل كده. بسم الله. جدا صح صح. عايز تعرف الرنجه طعمها وجودتها، قطعها واخليها وكل حته منها كده حاف. وهي الرنجه والله فيزيك ولا من المخلوقات اللي ينفع تتاكل حاف سهله، يعني مش هتعمل. 5000 زبده. تعالى بقى تاني، تعالى اهو رنجه مخليه. طب قولوا لي يا جماعه، بتحبوا الرنجه مخليه ولا بتحبوا انتوا تلغوصوا وتطلعوا زي ما انا كنت هعمل كده؟ 5500. طيب لايك بقى. اكيد يعني مش محتاجين نقول لكم بقى ان احنا نعمل لايك بقى للفيديو، لايك للصفحه، ولا يعني خلاص بقى لايكونا كده يعني ايه. كل حاجه من التيك انا سعيد سعيد حقيقي. الرنجة هنا طعمها، بصوا، ما هو زي ما السمك انواع ودرجات، وممكن يبقى فريش وممكن يبقى متخزن وممكن يبقى صغير وممكن يبقى كبير وممكن يبقى من بحر واكل حاجه ومن بحر تاني واكل حاجه تانيه. لما يبقى في مكان زي المكان اللي انا فيه ده مركز على انه ما بينزلش بالكواليتي بتاع السمك، لا بيفرق جدا. حته اللحمه، بص حته اللحمه بيضاء حلوه. بص دي رنجه مش معمول عليها اي حاجه، بيور اهي. يلا بقى. ده بطروخ، وانا شكلي النهارده هقضيها بطارخ. اللهم صل على النبي. الرنجة من الاكلات اللي بحبها قوي. يعني محدش يحب الرنجة، بس لازم اللي يحبها جدا. انا بحب الرنجة جدا. تعال نروح البطارخ دي. البطارخ دي بطارخ من طالعه من الهرنج اللي هو
اللي هي سمكه الهرج اللي هي بتاعه ايوه تعالى تعالى حبيبي تعالى حبيبي تعالى. انا بحب البطارخ كمان عشان بيبقى طعمها التيست فيها اعلى من السمك. يعني احنا عندنا في البيت نجيب البطارخ، نجيب سوري الرنجه، البطارخ لما تخلص نبدا بقى نتكلم بقى في الايه، في الرنجه نفسها. انما طول ما في بطارخ انا باكل، اول ما تخلص البطارخ ابدا اخش على السمك نفسه. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انا عايز اتعامل مع ولا ايه؟ لا هتقرفني. دي المفروض سلطه رنجه يا جماعه. دي سلطه رنجه، مقطعين بقى رنجه مع طماطم مع فلفل مع جزر. دي بقى اللي هي تتاكل كده ما لهاش حل. بص اللي يحب الرنجه يحبها في كل الاشكال، سلطه شغال مضروبه. احنا مره عملنا قبل كده حلقه من مزاجنجي كنا فيها 13. تعالى كده، تعالى هنا كده، تعالى هنا كده. مره عملنا قبل كده حلقه من مزاجنجي عملنا فيها 13 صنف معمولين من الرنجه. اللي يحب الرنجه يحبها في كل الاشكال. احيانا الرنجه بتتضرب في الخلاط مع طحينه مع مايونيز مع مش عارف ايه وتبقى زي الدب كده، زي طحينه كده. الاسعار هنا قول لي الاسعار هنا عامله ازاي؟ يعني كيلو الرنجه لوحده بكام؟ كيلو رنجة ب 60 وخلي التنظيف مجانا. كيلو الرنجه ب 60 حلو، انتوا غاليين عادي يعني زي رينج السوق يعني. وخلي والتنظيف مجانا. اي منتج موجود في المحل الخلي والتنظيف بتاعه. يعني الحركات اللي انت عاملها دي اللي هو الخلي ده كده بيتعمل مجانا يعني. اشتري والله العظيم 10 على 10 على فكره بقى. طب والله العظيم بتفرق، لان في ناس ممكن تكون ما بتحبش تتعامل. لا انا هجيب رنجه. ممكن تكون ما بتحبش تتعامل مع الرنجه، بس انا مش عارف اللي ما بيحبش يتعامل مع الرنجه ده يعني مبرره ايه؟ يعني الفسيخ ليها مبرر. طب ايه اللي بيتخلي عندكم اكتر، الرنجه ولا الفسيخ؟ لا بس بتهيألي الناس تهتم اكتر بخلي الفسيخ ولا ايه؟ طبعا. ها؟ لان الناس في اكتر الناس بتحب تاكل الرنجة اللي هي المشويه. يعني الناس قصدك عليه. فبياخدوا رنجة سليمة. طب قول لي رنجه لما بتتشوي نسيت احط ليمون. لو الرنجه اتشوت على البوتاجاز بيحصل فيها ايه؟ كبشة بتفتح. لا انا عارف يعني بيحصل ايه في الطعم؟ هو كل واحد بيجيب له. انا كمان يعني ما ما بتقلب لنا دي برضه. بس بتحدق شويه طبعا. صح كده؟ طب ليه بتحدق؟ بس انا مش عارف. طيب ده انشوجه يا جماعه. قول لي الانشوجه دي عباره عن سمكه ايه؟ دي انشوجه. دي بتتاكل بتنزل من البرطمان كده وبتتغسل او حاجه، ولا هي خلاص في الزيت بتاعها؟ يعني مخرج الزيت منها يعني. طيب هي دي سمكه الانشوجه يا جماعه طبعا، بس بتبقى مخلله صح كده؟ يعني ايه الفرق ما بين طريقه طهي دي او دي؟ يعني دي نيه، دي سمكه نيه ولا سمكه مخلله؟ دي السمكة مخللة. صح كده؟ سمكة مدخنة. ايوه صح كده. طيب سمكه الانشوجه دي يا جماعه دي بتبقى صغنطوطه قوي ومخلله، يعني بتروح ايه جاي كده اهو. بص ايه انت لسه بتقص فينا حاجه؟ لا بتهزر، ده انا كنت هقطمها كده. مش هو ده الصح ولا ايه؟ صح؟ انت كده بتشيل سنه من البطن او سنه من صح؟ لا يعني هي الاصل انها بتتفتح ولا ما بتتفتحش؟ في ناس بتاكلها زي ما هي سليمة. بس انا عشان ماشي حلو ده. الله. ايوه بقى ده انت دلعتني على الاخر والله. طب دلعني في واحده تانية بقى عشان انا يعني شكلي هاكل منها. ايه كبيره دي؟ يلا ايوه بقى بسم الله.
والله يا اخي انواع واشكال. نعم ربنا. شوف السمك بيتاكل بكام طريقه. والله يعني برحب باهل العراق. استاذ عادل الكعبي، اهلا بيك وربنا يكرمك يا حبيبي. والله اللي انت بتقوله ده شرف ليا، ربنا يسعدك يا حبيبي، كتر خيرك. بيقعد يتخلل قد ايه؟ نهاد بتقول اكتر مكان نفسي اروحه بصراحه من جمال ونظافتهم بجد. اقول لكم على حاجه، المكان ده انا اول ما دخلت انا بقلق من الاماكن اللي بتبيع الفسيخ، لاني انا بموت في الرنجه ومش بحب الفسيخ، فبقلق من مساله الريحه، عندي حساسيه يعني. انا دخلت اولا ما فيش فسيخ خالص، ثانيا مشغلين بخور وانا بحب البخور جدا يعني، مشغلين بخور في المكان. يا حبيبي ربنا يكرمك والله. قول لي ده بياخد وقت قد ايه عشان يوصل لده؟ ده ممكن الوقت البرطمات كده بيقعد معاك فتره كبيره، كل ما يقعد كل ما بيحلو في البرطمان يعني يتخلل يعني ده متخلل بجد يعني. بس تقريبا قد ايه يعني؟ تقريبا قد ايه عشان نوصل للطعم ده؟ ده ممكن شهرين يما توصل للطعم الجميل. شهرين في البرطمان ده. بس هو برضه بصراحه بتبقى آه. شويه. لا تمام. لا ما انا عارف طبعا، انت مخلل يعني بيبقى بمواصفات معينه انا عارف. ايوه بقى وانا كمان بحبك قوي على فكره يا يو. ما هو حاجه انا بحب اتفرج على فيديوهاتك، ربنا يكرمك يا حبيبي. منورين الدنيا يا جماعه على الفيسبوك ومنورين الدنيا على التيك توك. يوسف يا يوسف، الطحينه ليه مهمه؟ عشان تكسر اي افوره حصلت في الطعم، لان الرنجه والفسيخ طبعا بيحصل فيهم زعقان كده في الطعم. فالمهم قوي الطحينه ليه؟ خلاص بقى شكرا يعني. الطحينه اي حاجه زعقه حصلت في الطعم تيجي الطحينه تكسره. لذلك لو في حد بيعمل طبق فيه رنجه وعليها حاجات يعني بقى خضار ومش عارف ايه، لو اداها له شويه طحينه تفرق جدا. الناس بتسال على الالوان برضه. هو احنا فين؟ 6 اكتوبر. احنا في 6 اكتوبر حي السابع. الحي السابع. شارع ايه؟ شارع اظن جمال عبد الناصر. لا مكة المكرمة. شارع مكة المكرمة. سنتر الشرق الاوسط. سنتر الشرق الاوسط. صح كده؟ ماشي شط بقي. برضو دلع قوي موضوع الرنجه المخليه دي، ان هو يخليها لك وبنفس سعرها. بصراحه دلع، لان انا شخصيا يعني بجيبها في البيت. يعني انا ما بحبش اخليها، بس لما بتتخلي بتاخد شويه مجهود يعني. الشير صح؟ يعني سؤال يعني دلوقتي تخسروا ايه لو دوستوا لايك؟ ها؟ مش تخسر حاجه، ده بس انا اللي عملت شير بقى بالمره. والله ما يجرى حاجه. البصل مفيد جدا لكل الحاجات. بما ان الليمون هو سيد الموقف هنا، فاللقطه دي بتطلع طعم السيفن لفوق، او الليمون يعني لفوق.
يلا علي رشدي بيقول منور الدنيا يا برنس بالهنا والشفا. الف هنا، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، وانت اللي منور اللايف. لايكاتكم الجميله بقى، علشان احنا واصلين كام لغايه دلوقتي؟ طيب فل يعني نشد مع بعض الشده كده نوصل لل10. منور الدنيا عصام يا عبد المنعم معرفش منور الدنيا يا عصام. راح منور الدنيا يا عصام. ولو دعمتونا باللايك الحقيقه بيفرق معانا جدا. احنا دلوقتي 5:30، يعني لو نوصل ل10,000 بتهيألي الموضوع هيبقى سهل يعني. تعال البطارخ فيها ميزه يا جماعه، البطارخ بالذات البطارخ الطريه دي، بطارخ طريه طبعا بيفرق الموسم بتاع البطارخ دي. بطارخ الهارنج اللي هي سمكه الهارنج اللي هي سمكه الرنجه يعني، دي بطارخ طريه. تعرف منين بالمناسبه تعرف منين البطارخ اذا كانت هتبقى طريه او ناشفه؟ هتمسك السمكيه وانت بتشتريها، ده لو انت بتشتريها جاهزه يعني، هتمسك السمكيه عند الراجل من صندوق الرنجه وتضغط عليها وتشوف بطنها من هنا عامله ازاي. لو بطنها من هنا حامل وناشفه اعرف ان البطروخ اللي جوه بطروخ ناشف زي البطروخ ده، وبل وانشف كمان، شبه البطروخ ده بل وانشف كمان، لان ده بطروخ مجفف شويه. لو لقيتها ناشفه اعرف ان البطروخ اللي جوه ناشف. طبعا انا بحب الناشف اكتر من الطري طبعا يعني. لو لقيتها طريه اعرف ان البطروخ، يعني احنا لو فتحناها هنطلع منها بطروخ زي اللي فات اللي هو الطري ده. طبعا ده بيبقى حسب الوقت اللي احنا فيه. منور يا ده فين اهو، يلا اهو. هي الاسامي على التيك توك عامله قوي مغبشه. منور ممكن شرح معلش شرح شو الفسيخ؟ يا نهار ابيض، انت ما تعرفش الفسيخ هو ايه؟ طيب لا يعني مش عارف، صعب قوي. الفسيخ ده يا سيدي بيبقى سمك، الفسيخ اللي هي بتبقى سمكه الايه، بوري برضو، بوري ها، بس مملحه. الفسيخ هو سمكه البوري مملحه. الرنجه هي سمكه الهارنج اللي بتيجي من هولندا. احنا بقينا 6500. دوسوا معانا يا جماعه في اللايكات من فضلكم، دوسوا معانا عشان نوصل ل10,000 من فضلكم. سمكه الهارنج دي ليه سموها رنج؟ عشان هي اسمها الهارنج، وسمكه بتيجي من هولندا وبتيجي تتجفف هنا في مصر. سوري، تتدخن. يعني ايه تتدخن؟ ده موضوع بقى. تاخد كام يوم في التدخينه دي؟ يلا قول لنا بقى. يعني على بال ما من اول ما السمكه بتيجي لغايه ما بتخرج تاخد لها كام يوم؟ وبعد كده بنشر وتولع تحتها حاجات يعني ممكن تاخدش اسبوع بالتحت. السمكه دي مدخنه. يعني ايه مدخنه؟ بيبقى في زي عنبر كبير وفي زي العلقات كده، فيروحوا معلقين كل سمكايه على زي هوك كده او هلب كده، وبالفعل بيبقى بيولعوا في نشاره خشب صح. وبعد ما تهدى خالص فعلا يفضل السمك ده كذا يوم في الدخان ده لغايه ما فعلا بيتدخن، وبيخش مرحله تانية مش عارف قبلها ولا بعدها، بيخش في حوض فيه ملح. قبلها ايوه قبلها بيخش بعد الغسيل يخش الاول حوض فيه ملح. يقعد قد ايه؟ وقت قد ايه؟ يوم في الملح والباقي في الدخان في التدخينه يعني. طريقه التدخين دي بتدي طعم للسمكيه ولاي حاجه بالمناسبه، حتى لو لحمه فراخ اي حاجه يعني. ترجع تاخد يوم ترجع لدي كمان مره عشان الناس اللي ما كانتش موجوده تعرف. قول لهم الناس اللي ما كانتش موجوده، اصحاب القلوب الضعيفه، الناس اللي لسه داخله وفاتتهم الملحمه اللي كانت في اول اللايف.
ده ايه؟ ده بطروخ بوري كما قال الكتاب. بطروخ ثمنه بالمناسبه دي ثمنها يعني الكيلو من ده ب 1000 جنيه مثلا حاجه كده. لا 900 وشويه؟ 900 وشويه. بص دي بطارخ رو بسمك بوري كما قال الكتاب. بص دي بطارخ يا جماعه، بطارخ. طبعا ده شيء مفيد جدا وقوي جدا ومغذي جدا، وفي يعني يعني كل الحاجات بقى اللي احنا مش يعني الرجاله عارفين قوي ده بيتضرب حقن. يعني ده ممكن ايه تاخده في عبوات كده في كبسوله تبلعها، تاخدها مثلا قبل تحت الجلد بعد مش عارف ايه. فدي يعني القطمه منها تساوي كتير يعني. بسم الله. تعالى اهو. هل بتحتاج طحينه؟ ده غالي جدا يا جماعه وقوي جدا ومغذي جدا ومدر لكل الحاجات. طحينه والله بس هي ارقى من انها تروح واحده كده وواحده كده. يا سلام ليه لا. اهو بسم الله. من غير طحينه. هم يا جمل ما ناقص هم يا جمل بقى. قطمه من غير طحينه. قول لنا شعورك ايه؟ يا بخت طبعا. تستاهل عالي جدا. هنروح للطحينه بقى. نعم. يما اصلا ده ما بيتكلش بالقط، يعني اللي انا بعمله ده استهبال يعني. استهبال ببقى في المستشفى. استهبال. لا الناس ما عرفتش. بقول لك راح المستشفى فاستقبلوه في الاستهبال. مش هقدر اكل منه تاني، تقيل جدا. ده كافيار يا جماعه، ده كافيار، ده بطارخ رسمي، ده تيستو عالي جدا ومغذي جدا وقوي جدا وزاعق جدا وحاجه يعني. الرنجه من الحاجات اللي مش غاليه. يلا الراجل الطيب ده هيخش بالمقص يعرف الناس تقص الرنجه ازاي. تعالى كده يلا لو جايب رنجه، لو انت جايب رنجه في البيت وحابب تنضفها في البيت تنظيفه حلوه وسهله، تفتحها ازاي وتدخل ايدك ازاي، فعلا ليها صنعه. انا شفت هو بيعملها ليها صنعه. ف هيعملها دلوقتي قدامكم ويفرجكم عليها عشان اللي عايز يعمل رنجه وينضفها في البيت. انا شايف انها هتبقى ان شاء الله مفيده ليكم جدا. تعالى بقى ورينا بتعملها ازاي. لايكاتكم يا جماعه، لايكاتكم نوصل ل 10000 بس، يعني ان شاء الله نوصل نلمسها وننزل تاني. بس لايك للفيديو هيفرق معانا جدا. قولي بقى انت بتعمل ايه؟ لازم المقص ولا في وسيله تانية غير المقص؟ هو المقص اسهل حاجه. قول طب اول حاجه ايه؟ اول حاجه نقطع الراس. طب معلش بالراحه. دلوقتي الراس طلع فيها، ما ينفعش نتفادى اللي فيها ده ولا نتفاداها؟ يعني نحاول ايه؟ ماشي يلا. وبعد كده الديل. اما انا مش قادر اتنفس. ده البطروخ جميل. دي البطارخ دي تطلع تتاكل. طب استنى بس، انت في معاها حاجات ولا ايه؟ ده بيطلع منها. ايوه يعني اللي جنب البطارخ يتشال. ايوه ماشي. ايوه بقى الحركه بقى اللي انت بتعملها دي خطر. تتعمل منين؟ ابعد عن ابقى انا يمين او شمال الايه؟ يمين او شمال؟ تبقى شمال او يمين الشوك صح كده؟ تمشي صبعك في النص بالظبط كده. ايوه. بعد كده بتشيل الشوك بقى في الحته دي بيطلع معايا من البدايه للنهايه كده. ايوه بقى بس برضه انت عشان شغلتك بيني وبينك يعني انت عملتها بسهوله جدا. ايه ده؟ طب رايح فين ده؟ ده بيترمى. ده انا باكله. انت بتهزر؟ لا بجد والله ده بترموه؟ والله. ايه ده؟ ايه يا جماعه؟ ما دي فيها حته لحمه جميله اهو. ماشي عشان محليه. ماشي كدلع يعني. ماشي يا سيدي ماشي. اصل ده مش هينفع يتخلي. فاهم. بعد كده صباعك هنا. صباعك تحت حته اللحمه عشان ايه؟
تفصلها عن الجلد. ماشي. ايوه بقى يا نهار اسود. قول لهم اللي جاي يا نهار يدوس اسود لايك. يا نهار اسود. قول لهم اللي جاي يدوس لايك. اللي جاي يدوس لايك. طبعا اللي جاي يدوس لايك، واللي ما جاش يدوس لايك. واحنا بنلعب. الله اكبر الله اكبر. بقينا 7000 يا جماعه. طب يلا بقى قبل ما نقفل، احنا خلاص قربنا نخلص يعني. يلا دوسوا لايك على الفيديو يا جماعه. يلا اللهم صل على النبي. اللهم صل. اعمل فيها اللي انت عايزه. شوف انت بتعمل ايه واعمله يعني. لا سيب لي ايوه ماشي. بستحرم انا الكلمات اللي بترمي ده. حلو ماشي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. انا معجب بحته اللحمه. حته اللحمه نظيفه وفاتحه وحلوه. بسم الله. واللي يقول لك في ناس ما بتاكلش الرنجه. ايوه بقى جدا تسلم ايدك. سؤال عايز اخرج من دي القش الجلد بس، لازم اعمل اللي انت عملته ولا ينفع في طريقه اتعامل بيها مع القش؟ هو بص اعمل دي بقى الطار الخارجي ده. للناس تمام يعني وريها للكاميرا يعني. لو المره اللي فاتت وريتها له خلي ايدك بقى ايه يعني لو تعرف تعكس الدنيا. روح انا هناك براحتك. يلا تعالى يلا. دي يا جماعه الطريقه اللي لو انتوا جايبين رنجه في البيت تقدروا تتعاملوا مع الراجل ده. راجل محترف يعني، اللي هو بيعمله ده صلاه النبي يعني، اللي هو ايه. ايوه بقى بقينا 8 وشويه اهو يا مزاجنجيه. ايوه بقى 8 وشويه مقربين اهو من العشرة بقى. يلا اهو. يلا. طيب الراجل ده بيعمل ايه بس دلوقتي؟ انت اسمك ايه؟ استاذ ابراهيم بيعمل ايه لو انتوا عاملين جايبين رنجه في البيت وبتحتاسوا في تنظيفها وتقطيعها وبتاع. الراجل يعني ما شاء الله جاب من الاخر. الراجل عمل كل حاجه. الراجل قص الراس الاول بالمقص، وبعد كده قص الديل بالمقص، وبعد كده فانتازيه منه راح مقصص الجزء ده والجزء ده في الرنجه، بس ده بيتاكل طبعا. وبعد كده بقى عشان الشياكه فراح مطلع الفصين الاساسيين بتوع الرنجايه. فاللي هو يعني ايه، انت كده في منتهى النظافه. الناس اللي ما بتحبش. ايوه بقى انتوا عندكم التفصيص انت قلت والايه؟ مش عارف ايه التفصيص اللي ببلاش. انت قلت الخلي والتنظيف. انت دلوقتي خالتها. انت خالتها ولا عمتها؟ طيب انت دلوقتي خالتها. طيب يعني ايه نضفتها بقى؟ تنظيف يعني ايه؟ خلاص بقول لكم ايه يعني افيهات تضحكوا عليها غصب عنكم. احنا هنهرج. يلا يا عم انت دلوقتي خالتها. طب نضفتها بس تنظيفها ان انت قصدك يعني ان انت طلعت اللي جوه يعني، صح؟ ايوه بس يبقى ماشي زي ما هي كده. ماشي تسلم ايدك والله. حاجه 10 على 10. ربنا يبارك فيك. تسلم. قول لي ايه نقطه التميز الاساسيه اللي عندكم في اسمك النجار؟ ايه بتاعتنا كلها درجه اولى. البتاع نفسه، السمكه نفسها، صح؟ كل حاجه. اقول لك على حاجه، احنا جايين هنا والله بما يرضي الله، جايين هنا بناء على ترشيحات الناس. يعني احنا قلنا لهم انا عايز اكل رنجه. ربنا يسعدك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. وكمان اللي بيميز المكان كمان الاستاذ محمد صاحب المكان برضه. وانا ما شاء الله اتفرجت له على فيديوهات وبتاع ما شاء الله. ودمه خفيف ولطيف. سلم لنا عليه. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. تسلم. انا جبت جاز في الحقيقه. انا جبت جاز. فروع النجار فين بقى؟ 34 فرع. فين بقى؟ 7 في الامارات، 2 في الكويت، 1 في عمان، والباقي هنا في مصر. ما شاء الله يا عم. انتم مكسرين الدنيا ما شاء الله. هنا 23 فرع ما شاء الله. النجار ما شاء الله 37 فرع. ربنا يبارك فيكم. 34 ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم. فرع ال 34. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويفتح عليكم كمان وكمان. المكان لطيف جدا. السمك حلو قوي. طريقه التقديم لطيفه. موضوع الخلي والنظافه
الريحه اول ما دخلت المكان، البخور اول ما دخلت لقيتهم مهتمين قوي بالتفاصيل دي. بيفرق قوي في المكان اللي فيه فسيخ بالذات اكتر من رنجه. شكرا لحضراتكم جدا، شكرا للايكاتكم جدا، شكرا للناس اللي بتتفرج وما عملتش لسه لايك لصفحه مزاجنجي، شكرا جدا شكرا جدا، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية. ما انت لو ما عملتش لايك وسيب فيرست للصفحه مش هتشوف اللايفات التانية، مش هيوصل لك نوتيفيكيشن. من فضلكم كل اللي موجودين معانا دلوقتي دوسوا لايك على صفحه مزاجنجي عشان تبقوا معانا على الصفحه. ويعني لو تعملوا شير للفيديو بقى يبقى حاجه لطيفه والله. يعني تخيل الخير ده والجمال، الناس كتير جدا بتحب الرنجه، فيعني احنا بنعمل خير يا جماعه، بنعمل خير للناس. يعني انت مش قاعدين مبسوطين دلوقتي، مش مبسوطين تتفرجوا على المنظر المبهج ده. شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية، ومصطفى محمود ولايفات برنامج ماذا جنجي.